السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. جيتكم اليوم بفيديو جديد، هنحضر معكم الكيك ديال الليمون. كيجي غزال وسهل واقتصادي في نفس الوقت، كتجي رائعة. هانتوما البنات كتشوفوا حتى في السمك ديالها كتجي عالية، كتجي فنة ما شاء الله. حتى واحد المذاق ديال الحامض كيجي روعة. كنتمنى حتى نتوما تعدلوها وتقولوا لي كيف جاتكم. واي واحد ذاقها عندي في الدار حمقات وجات فنه فنه ما شاء الله، لا في الشكل ولا في المذاق ديالها. خليكم مع المقادير. عندي 4 بيضات، كاس ديال عصير ديال الليمون، كاس الزيت، كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الماء، وقشور ديال الحامض. عندي الدقيق حسب الخليط، عندي فاني 2 3 الخمارات. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم. عملت 4 بيضات والسكر والفاني. هاد المكونات كنخلطهم هما الاولانيين مع بعضيتهم مزيان، عاد كنعمل شيء اخر. هانتوما كتشوفوا معايا انا غنطرب البيض والفاني والسكر مزيان مع بعضيتو حتى ينسجم لي مع بعضو. وانا عاودت المول باش يجيني مقابل مع الكاميرا باش تشوفوها. انا غنخلط مزيان. والصراحه انا كما كنقول لكم دائما، سر النجاح ديال الكيك باش يجيكم فش وغزال، عملوا فيه الماء يا دافي يا بارد، مهم كيف ما كان كيجي. كيكه بالماء كتجي غزاله، كتجي فنه. وانا نخلط مزيان. غنضيف قشور ديال الحامض. احنا في الشمال كنقولوا له الليمون، وفي الناس ديال الداخل كيقولوا له الحامض. انا نخلط نطرب كلشي مع بعضياتو. غنضيف الزيت تدريجيا، ما نعملوش كامل في دقه واحده، نعملو تدريجيا حتى نسالي الزيت اللي عندي في الكاس. هانتوما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هادي. وانا نضيف الكميه اللي باقا لي كامله. نقول لكم كما قلت لكم بالاول، جات كيك غزاله ما شاء الله. والله المذاق ديالها كل شيء ديالها جات فنه فنه. واللي جربها وما صدقتش معاه يقولها لي انا عملتها جات ناجحه 100%. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم. انا نعمل نص كاس ديال الماء، كاس الا ربع ماشي نص كاس، عفوا كاس مع مرشي. قلت لكم الماء عنده واحد الدور مزيون في الكيك، كيجي غزال ما شاء الله، كيجي رائع. نطرب كلشي مع بعضياتو. هي الكيك ضروري نخدموها يا مزيان يا باليد يا بالخلاط الكهربائي، ضروري تخدم مزيان باش كتجي مزيانه. هانتوما نخلط الدقيق، نعمل شويه ديال الدقيق نخلطو، عاد كنعمل العصير ديال الليمون كيف ما كتشوفوا معايا. وانا نعمل ديك الكاس ديال عصير الليمون.
ملي كتعملو كتعمل مع داك شويه ديال الدقيق كيجي بحال الكريم، بحال الكريمه ديال اللي كنعملو في الطرطا هيداك كتجي. هانتوما لاحظوا معايا. دابا غنعمل شتيتو ديال الدقيق، غنعمل الخمارات، وغتلاحظوا معايا كيفاش غيتضاعف الحجم ديال ديك الخليط اللي عندي، كيرجع بزاف، مكيبقاش كيف ما كتشوفوا دابا كيطلع. وما تخافوش منها واخا يطلع لكم هكذاك، خدموه مزيان وكيتعوض كلشي. كتجي بحال العجينه ديال الجينواز، كتجي مزيونه صراحه الله. هانتوما لاحظوا معايا ملي كنخلط الخميره في الخليط كيتضاعف لي ديك الحجم ديال العجين، كيتضاعف. انا كنخلط هو كيزيد يطلع، كتشوفوا معايا كتبان بحال كنخدم كريمه ديال كنعملو في الطرطا ولا في هادي. هانتوما كتشوفوا الشكل كيفاش ضعفت الحجم ديال الخليط ديالي، كيجي بحال الكريمه تماما. صراحه جات فنه كي كانت بديك الطريقه بالليمون جات واعره. هانتوما كتشوفوا معايا. وملي تشوفوها تقالت بديك الطريقه حيت ما كيكونش فيها الدقيق بزاف، عندكم تخليوها هيداك ضروري تزيدوها الدقيق اللي مولفين كتعملوا في الكيك، حيت الا خليتوها هيداك راه ترجع لكم في الفران ما طلعش نهائيا. دابا عملت هذا المول هذا نتوما كتشوفوا معايا، والدائري. عملت الكيك ديالي من بعد ما طاب، خرجته من الفران وسقيته بالعصير ديال الليمون، عصرت ليمونه وعملت عليها مغرفه ديال السكر حامضه، باش حيت كاين ناس اللي عندهم الليمون هو اللي تشين، حامضه باش تجي الكيك ديال الحامض فعلا. هانتوما كتشوفوا غنحاول نسقي انا هادي تثقبت شتيتو من الفوق باش تدخل فيها ديك السائل ديال العصير باش تجي مزيونه. هانتوما كتشوفوني كنعملو بالكاس باش يدخل في وسط منها، جات قلت لكم مذاق ديالها رائع بزاف. وانا غنزينها بالكوك. نتوما كتشوفوا معايا الكيك ديال الليمون ضروري كتجي مزيونه بالكوك، كتعطيها واحد المنظر. وعملت عليها الدوائر الحامض وهانتوما كتشوفوا كيف جات غزاله. وبسلام عليكم، الفيديو مقبل ان شاء الله يا ربي.